أهلا ومرحبا بكم عشيوات وحلويات يمنى، ورمضان مبارك سعيد. اليوم أول رمضان حضرت هاد 2 كيلات ديال المملحات محنشة مع ميني بسيطلات بعجين ديال المسمن وحشوتين اللي مختلفين، تيجيو رائعين. غادي نبداو يا بسم الله على بركة الله. أنا عندي 800 غرام ديال الدقيق الأبيض ممتاز. عندي شوية الملح، وضفت واحد الخمارة وهنا معلقة ديال الخل اللي تعطي القرمش لهذاك العجين. وهنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال خميره حبيبات اللي غنطلقها في واحد المعلقه ديال الماء وغنوضعها جانبا، ما غنستعملهاش دابا. صافي وغنجمع بالماء العادي. العجين اللي تتكون بحال ديال المسمن، عجين تتكون متماسكه. من بعد ما جمعت العجينه غادي نوضعها على سطح العمل باش ندلكها واحد شويه، تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه اللي هزات لي هاد العجين. صافي غادي نقطع هاد العجين على 2. هاد الزوز اللي غندلكو واحد شويه، هذا هو اللي غادي نصايب به ميني بسيطلات. ما غاديش ندير فيه الخميره، نكتفي بخميره، غنكتفي غير بخميره الحلوى. صافي هنا غادي نغطيها بالسلوفان وغنوضعها جانبا، نخليها ترتاح واحد شويه. وبالنسبه لهذا الجزء اللي بقى ديال العجين، غادي نضيف له واحد المعلقه ديال الخميره، ديك اللي خليتها دابت واحد شويه. صافي غادي ندلكها غير واحد شويه تنسجم ليا مع ديك الخميره. صافي على هاد الشكل هادي، وغنوضعها حتى هي في هاد الاناء، نخليها ترتاح. وغندوز باش نوجد معكم الحشوتين. عندي هنا مقلاة اللي وضعت فيها 2 بصلات اللي مقطعين هكا مربعات، وضفت معلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الزيت النباتيه. صافي غنخليها حتى تنزل ليا واحد شويه. عاد غادي نضيف عليها هاد القطعه ديال لادان. عندي هنا 250 غرام. هنا عندي 2 فلفلات اللي مقطعين مربعات، وغادي نضيف واحد تقريبا 2 فلفلات حمرين كانوا عندي في المجمد. صافي غنخلط الكل. غادي نوضع التوابل. هنا عندي شويه الملح حسب الذوق، واحد المعلقه عامره ديال التحميره او بابريكا، غير نص معلقه ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال الكركم او سكنجبير، ونص معلقه ديال الابزار. ما نكثروش العطريه بزاف، غير شويه من كل حاجه. صافي وهنا غادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، تتبقى اختياريه، تعطي واحد المذاق زوين. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال صلصه الصوجه ثقيله.
هنا عندي واحد شويه ديال الشعريه صينيه الروز اللي رطبتها غير في الماء تيكون دافي، مسلقتهاش حيت باغا غادا طيب لينا مع في الفران مع الحشوه. ضفت واحد شويه ديال الزيتون مقطع اخضر، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الربيع. بالنسبه لهاد الشعريه انا تنخليها تشحر مع هاد الحشوه واحد 2 دقائق او 3. انا ضفت واحد نص حامضه اللي عصرته باش هذيك الشعريه الصينيه تاخذ من هذيك العطريه وتجي لذيذه. صافي من بعد ما طابت الحشوه انا زولتها في نفس المقلاة. غادا نوجد معكم الحشوه الثانيه. خليت الحشوه الاولى تبرد. عندي هنايا شويه زيت الزيتون مع شويه زيت المائده مخلطين، واحد بصله وحده اللي قطعتها هكا مربعات. صافي غنخليها تنزل واحد شويه وغادي نزيد عليها 2 بصلات خضاريين. حتى البصله الخضريه تجي رائعه في الحشوه. انا خلطت ما بيناتهم. وعندي هنا 2 فلفلات خضرين حتى هما مقطعين مربعات. وغادي نزيد عليهم 2 جزرات محكوكين. الحكاكه تتكون متوسطه. عندي هنا واحد 200 غرام ديال الكفته ديال اللذاذ او الكفته ديال البقر حتى تاع اللذاذ تجي رائعه وخفيفه. وانا غادي نوضع التوابل. وضعت الملح حسب الذوق. وهنا عندي واحد المعلقه اللي عامره ديال العطريه ديال الكفته باش تعطينا واحد المذاق زوين. عندي معلقه عامره ديال البابريكا ونص معلقه ديال خرقوم بلدي، شويه ديال الابزار حيت العطريه ديال الكفته تكون شويه حاره. صافي غنخلط المكونات حتى ينسجموا ليا. وغادي نزيد واحد معلقه ديال الربيع. انا البنات تنشد الربيع تندقوه مع الثومه وتنزيد ليه الزيت، زيت الزيتون او زيت المائده، وتنديرو فيه واحد قرعه الدجاج وتنوضعوه في الثلاجه لتحت. ملي تنبغي هكا في الحشوه تلقاه موجود تكون فيه واحد المذاق زوين. صافي هي دابا انا من بعد ما طفيت على الحشوه خليتها تبرد ودزت باش نقطع معكم هاد العجين الاولى اللي ما درتش فيها الخميره. غنقطعها كويرات هكا كبار بحال المسمنات. بالنسبه لهاد العجين غنقطعها على 4. هاد العجين هي اللي غادي نصايب بها ميني بسيطلات صغار. وبالنسبه لهاد العجين اللي زدت ليها شويه الخميره الخبز غادي نقطعها كويرات اللي صغيورين اللي غنصايب بهم محنشات على هاد الشكل هذا. صافي غنستمر على هاد الشكل حتى نقطع العجين كامله. نتوما كما تشوفوا معايا من بعد ما قطعتهم كاملين بالنسبه للعجين راه كترتاحت في الاول. غندوز مباشره غادي نطلق هذوك الكبارين. عندي هنايا زيت المائده او زيت نباتيه اللي غادي نضيف لها 2 معالق ديال النشا او مايزينا. بالنسبه اللي ما عندوش نشا او مايزينا يمكن له يذوب بالزبده يورق بالزبده بوحدها حتى هي تعطي نفس القوام او نفس الطريق. صافي هاد الخلطه غنورق بها انا هاد المسمنات اللي صايبت كبارين.
فغنورقهم على هاد الشكل هذا مزيان حتى يبدا يبان ليا سطح العمل. من بعد ما ورقتها مزيان غنشكلها على هاد الشكل مربع او مسمنه وغادي نوضعها جانبا. عندي دوك 4 المسمنات غادي نورقهم كاملين على هاد الشكل هذا باش تعطينا داك التوريق وداك القرمشه في المملحات ديالنا. بالنسبه للطريقه راه سهله ومبسطه صافي. انا من بعد ما كملتهم كاملين هذه هي الحشوه اللي كنت طفيت عليها قبيله. من بعد ما بردت شويه زدت لها واحد القطعه ديال الجبن احمر شرطو هكا نخلطو معها وهنا غادي ندوز غنعمر هذوك المسمنات الكبارين خليتهم يرتاحوا. من بعد ما ورقتهم غندوز نعمر معكم هاد المحنشات. بالنسبه لهاد المحنشات راه تجي الحشوه ديالهم رائعه وتجي لذيذه ومعلكه صافي. تنورق المسمنه على هاد الشكل وتنوضع فيها الحشوه وتنبقى نلوي هكا كما تشوفوا. الفيديو راه شرح لنفسه سهله الطريقه. بالنسبه للجنيبات تنخليهم شويه خاويين من الحشوه باش تيدوروا بحال ما كون تخرجيش الحشوه مع الجناب. شويه اللي تيبقى تنعقد به من التحت فرجعهم لتحت. تنوضعهم في اللاطه اللي غتدخل الفران. انا في هذا الوقيته راه شعلت الفران يسخن عندي غير الفران ديال الغاز. وغادي نعاود معكم هاد الوحيده بنفس الطريقه. واخا تتقب لكم العجين راه تنبقاو نلويها وما تجيش باينه تتغطى صافي على هاد الشكل وتنشدو تنبداو ندورو صافي وتنقطعوها في اللاطه. استمر على هاد الشكل حتى تنكمل الكميه كامله. من بعد ما كملت هذوك المحنشات غندوز دابا باش غادي نشكل هاد البسطيلات او ميني بسيطات صغار تيجيو رائعين وتيجيو بحال اللي خدمتيهم بالورقه وتيجيو ساهلين بحال العجين. خصها تكون مرقه وتكون رقيقه صافي. من بعد ما طلقتها هكا غادي نقطعها على 6 او على 4 على حسب المسمنه واش كبيره ولا صغيره. انا عندي واحد الاطار او طبيصيل او اي حاجه كانت عندكم باش تعطينا داك الشكل دائري صافي. نقدر نوضع فيها الحشوه اللي كنت وضعنا فيها هاد الشعريه الصينيه صافي. تندير فيها واحد تقريبا 2 معالق كبار عامرين وتنبدا نجمع العجين لهاد الشكل. الا كانت عندنا الزوائد ديال العجين بزاف تنقصوها باش ما تجيناش معجنه. انا بالنسبه لهذه راه جاتني ما نقصت منها والو. تنضغطوا عليها باش تاخذ هذاك الشكل دائره صافي وتنوضعها في اللاطه بهذا الشكل هذا. الطريقه راه سهله ومبسطه وما تاخذ ليناش وقت كتير ولا الوقيف كتير. هي مسمنه وحده تعطينا 6 الحبات او 4 الحبات صافي. كما تشوفوا معايا ملي تيكون الزوائد بزاف راه تنقص هذاك العجين اللي زايد باش تجي بحال من الفوق بحال من التحت تجيش فيها العجين معجنه صافي. وتستمر على هاد الطريقه هذه
حتى تنكمل الكمية كاملة. غتيجيو لذاذين ورائعين هاد البسيطلات. صافي غنستمر على هاد الشكل هذا كما تتشوفوا معايا. من بعد ما نكملهم غنتلاقى معكم. هما المحنشات بسطهم واحد شويه، غادي ندهنهم. انا عندي واحد البيضه اللي كامله مع قطرات الخل وشويه ديال صلصه الصوجا، تعطيهم واحد اللون اللي رائع، وحتى المذاق. صافي انا من بعد ما دهنت المحنشات كاملين غنرش عليهم شويه ديال السمسم او الزنجلان، وغنرش عليهم حتى شويه ديال الشوفان. صبغت تعطيهم منظر زوين. بالنسبه للزين تيبقى اختياري. صافي انا وضعتهم في الفران بنفس الخليط. غنبدا هاد البسيطلات الصغارين. صافي من بعد ما دهنتهم غادا نزينهم باوراق ديال الورقه اللي كانوا شاطوا ليا من واحد البريوات اللي كنت خدمتهم باللوز. بالنسبه لمن يشطوا لكم ما يخبيوهم، ما تيجي زوينين وكا بتزين بالمملحات. صافي غادي نرش عليهم شويه ديال البيض من الفوق باش تيشدوا، وهما من بعد ما طابوا تيجيو رائعين. شو اللويه اللي تيعطيو، تيجيو لذاذين، تيجيو مقرمشين. هادو خلاص نجاو تبارك الله بحال اللي خدمتهم بالورقه. شوف كي تيجي تعطيهم واحد القرمشه اللي رائعه، وجاو عامرين رغم انهم باقيين سخانين. ما قديتش نفتحهم كما تتشوفوا، تيجيوش معجنين نهائيا بحال اللي مخدومين بالورقه، وتيجيو عامرين من الداخل. حتى الحشوه لذيذه. نقرب لكم هادو الكاميرا تشوفوهم حتى هما هاد المحنشات تيجيو على القرمشه تتجي فيهم. تيجيو من الداخل يجيو لذاذ. وهادو هما المملحات اللي صوبت انا في اول يوم في رمضان، وقلت علاش ما نشاركهمش معكم باش تستافدوا كاملين. واللي تيشوف القناه ديالتي اول مره نتمنى يخلي لي اشتراك باش ديما يوصلوا الجديد، وما تنسونيش البنات من لايك ديالكم. وخليتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده وبالصحه والراحه.